يكون في إطار الملتقى الدولي للجامعات والمؤسسات التعليمية القبرصية والتركية اللي تتنظمه فونداسيون اسطنبول. دونك هذا الملتقى اللي تتخلل واحد مجموعة من الورشات ومجموعة من الندوات التوجيهية تحسيسية يعني توعوية بالمجال يعني ديال التوجيه. هذا من جهة. من جهة أخرى التعريف كذلك بمجموعة من المؤسسات والجامعات على مستوى قبرص على مستوى دولة تركيا في كل من اسطنبول وقبرص، إضافة كذلك إلى مؤسسات كذلك اللي كتواجد في يعني في الدول الأوروبية. ومن طبيعة الحال هذا البرنامج اللي يتم الشرح ديالو اللي تبيان يعني مدى استفادة الطلبة مجموعة من المنح ومجموعة كذلك من الاستشارات وتوجيهات ما يخص هذا المجال. والإشارة كذلك أن راه الإكراه الكبير جدا اللي كاين عندنا على المستوى المنظومة التعليمية هو هي التوجيه، وبالتالي جاء هذا الملتقى الدولي المنظم كذلك المنظم في كل من أكادير وكذلك الدار البيضاء، وسيتم إن شاء الله مرتقب التنظيم ديالو في مدينة طنجة. ومرحبا بالجميع. اليوم التقينا في هذا الايفينمون باش نعطيو توجيهات للتلاميذ اللي بغاو يكملوا الدراسه ديالهم في الخارج. وكما شفتوا معنا جمعيات وجامعات دوليه وقبرصيه جاوا باش يوجهوا التلاميذ ويعطيوهم الظروف ولي كونديسيون اللي كاينين باش اللي بغى يتم الدراسه ديالو على الخارج، ويعطيوهم المنح الدراسيه اللي كاينين والسكن، يعني ياخذوا واحد الفكره عامه على شنو كيتسناهم من بعد، سواء اللي خدا البكالوريا ديالو ولا اللي مازال عاد غادي ياخذها. وكيف ما كتشوفوا كان الحضور مزيان متميز، وهذا كيرجع للحملات اللي درنا من قبل، يعني كان الحضور كثيف وكنتمنوا ان شاء الله من هنا لقدام يكون خير. السلام عليكم، معكم ياسين بوري مدير مؤسسة اسطنبول الخدمات التعليمية. كنا اليوم في فندق سوفيتيل وتحديدا في أكادير. كان عندنا واحد اللقاء تعريفي بالجامعات التركية وجامعة شمال قبرص. كيف ما غادي يكون عندنا بزاف ديال اللقاءات ان شاء الله في المغرب هذه السنة. حنايا مؤسسة كاينين في تركيا وعندنا بزاف ديال الفروع في العالم، من بينها في مدينة الدار البيضاء. وصراحة كان يعني لقاء تفاعلي، كان الحضور مزيان، تفاعلوا معنا، خداو يعني جاوبناهم على دوك الاستفسارات اللي كانوا عندهم. ومرحبا بكم ومرحبا بأي ناس اللي اهتموا بهذا اللقاء، وانتظرونا في لقاءات أخرى إن شاء الله. اليوم جينا لواحد الايفنت كاين في اوتيل سوفيتيل. جينا اليوم استفدنا شحال من حاجه كيخول هذا الشيء انه يجي التلاميذ من كاع المدارس، يا خصوصيه يا عامه. اليوم جينا استفدنا انه كاين بزاف ديال المدارس في تركيا وفي قبرص يشرحوا لنا اليوم بزاف ديال الحوايج اللي بحال السكن، بحال المعيشه، بحال كيفاش تسجل معاهم، شحال كتقرا معاهم، شنو التخصصات اللي كاينين تما. وكانت ندوه اليوم اللي زوينه وشرف لي انا نحضر بحال هاد الندوات هادو. شكرا. حتى شمال قبرص هي تابعه لتركيا، فعندنا بزاف ديال الجامعات اللي كنمثلوهم في هذا الايفنت. دونك انا دابا غادي نطلق لكم هذا الفيديو ديال جامعه فاينل انترناشونال يونيفرسيتي اللي كاينه في شمال قبرص.